السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى الخير إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى كل شيء يكون بخير في هذه الساعة هذه. القصة ديالنا اليوم قصة واقعية اللي وقعت لنا حنايا في ذاك الزمان ديالنا اللي كنا لسه باقي كنقرا في كوليج. كانت وقعت واحد الجريمة في عهد الحسن الثاني اللي كان واحد الدركي اللي كان مهدد المغرب بصفة عامة، المغرب كامل، اللي كانت الخلعة وكانت الروينة كانت نايضة ديك الساعة. كانت واحد الروينة تنقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي عايش في ديك اللحظة غادي يعرفني. وفي مدينة سلا، مدينة سلا، والدراري ولاد سلا ديال هذاك الوقت ديال الثمانينات، ولا 78 76 في هاد القصة هادي وغادي يعرفوها بري. إلا كانوا حضروا ليها يكتبوا ليها في كومونتير بأنهم راه فعلا كانت هاد القصة هادي، وهادي القصة من الواقع اللي كان شحال هادي كنبغي نحكيها. تنقول اليوم غدا اليوم غدا، واليوم جيت نحكي هاد القصة هادي اللي غتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. قصة جميلة، قصة واعرة، بلا ما نطول عليكم خليكم مر الإشهار. أحفقنا من الناس وحنا نسمعوا صداع نايض، البوليس يدور، الجدرمية اش نقول هادشي هذا، واش شي لعبة كاينة هنايا ما فهمنا والو. ملي بقينا كنسولو قال لك راه واحد الدرك الملكي اللي كان دايز بحال هكا وضرب واحد الدرية، واحد الدري كانوا غاديين المعمل مع 5 ديال الصباح، وكانت عنده الكاريطة في عند الجنرال ديالو. السبب ديال الجريمة غتعرفوه ان شاء الله باذن الله. المهم ناض التهديدات، ناض الروينة، ولاو تيجيو البوليس تا مثلا العشية تيقول لك مع 7 كلشي يدخل، صافي كيمشي يدخل وليس بحال الدجاج كتصني مع 7 ديال العشية يلاه كتغرب ديك الشمس تيقول لك دخل للدار نهائيا بصفة عامة. دازت واحد المدة، واحد شي شوية الغد ليه في الصباح عاوتاني كنسمعوا بالله راه تضرب واحد في واحد البلاصة تيقولها سيدي موسى راه بسلا، وهاو الخطيبة ديالو كانت من برا وخارجين بحال هكا تيتسراو البحر، حتى هو كلاها وكلاتها الدرية. من بعد دازت واحد المدة عاوتاني وشي شوية بحال هكا، صافي الدرك الملكي والبوليس طلع ليهم الدم بمعنى الكلمة، اللي هاد الجدرمي هذا رول البلاد وباقي ما شدوش. دازت يومين والو باقي ما شدوش، دازت 3 ايام باقي ما كاينش الحس ديالو. والسبب ديالو كان عنده تا هو كان عنده الراديو، كان كيسمع كاع الهضره اللي كدور بيناتهم فلان بالفلان. وكانت واحد القضيه اللي كانت تعجبو ليها بزاف، هي انه كان كيدخل لواحد قريه او مدينه او حي وكيقولوا بلا راه كاين في داك الحي، وكيدوروا في داك الحي وفيه ما تيلقاوش نهائيا، ما تيلقاوش، ما كي بحال كاينش الحس ديالو. شحال ما تيقول لهم راه في باليه دايز، فعلا ما كيلقاوش، تيقلبوا تيعياو. وكانوا لا كوبطيرات الكلاب كوبطيرات والكلاب والروينه وطاطاطا والصداع والتخربيق وداك الشيء، وكان طالع لنا حنا الدم ديك الساعه وكنا مخلوعين بالفعل. راه كلشي كان مخلوع، كلشي كان مهدد، لان يقدر يطلقك في ديك اللحظه وقطع عليه الدم من غير يشوفك يقول هاد السيد خصو يحيد من الطريق، اي واحد شافو خصو يحيدو من الطريق، ما يمكنش باش ما يبرقكش بالزربه. واحد النهار في الصباح كنسمعوا واحد موتساكا كان حدانا تا هو، ويقول البوليس رجع عندي خدا عندي باط سرديل هكا وكوميرا، وقال لي يعطيني 100 درهم. عطيتو داكشي قال لي دار اللحظه باش دار دقيقه دار بحال هكا ما لقاش. هبط لواحد البلاصه مشى كلا داكشي، واحد البلاصه تيقول حنايا الشعبه لتحت في واحد الكازو، عرقه مزيان، قصه كتب رساله، حط لهم ديك الرساله وزاد بحالو. الرساله شنو فيها الله اعلم. وكان ديك الساعه بالعاد الحسن الثاني، والحسن الثاني كان طالع الدم، قال لهم واش هذا حيركم وحير البلاد كامله؟ الى مهم نعطيكم بحال مثلا كنديقوا على تقريبا شي الاربع، قال لهم هنا الحد نعطيكم ما كاين والو، غيخرجوا البوليس ويخرجوا الجدرميه ويدخلوا العسكر. كان ديك الساعه العسكر غادي يتهز واحد الهزه، ولكن المهم اللي وقع ما وقع. المهم غادي تعرفوا القصه ان شاء الله شنو وقع. المهم دازت واحد المده، المهم كيما كندخل ديما مع 7 ديال العشيه، ديما مع 7 ديال العشيه حتى حنا صافي تطلع لينا الدم. المهم باختصار باش بلا ما نطول عليكم في القصه مزيان، اللي كان السبب ديال هاد القصه هادي والسبب ديالو ملي عرفنا مازال، حيت هو كان ساكن في الدرب ديالنا حنايا، كانت عنده المدام ديالو والولد ديالو باقي صغير تقريبا ديالها تزاد واحد العام. جا ديك الساعه قبل بعدا السبب ديالو هو قال لك الجنرال كان يهدد لي على مرتو، واش كان بسد معها واش ما بسدش معها ما عرفناش حنا بالضبط شنو كاين. قالك السبب ديالو هو الخيانه. وداك الجنرال بعدا ملي كان مشى ليه
ما لقاهش، كون لقاه تا هو كان يصفي عليه ساعة عنده الزهر تا هو ما كاينش في ديك اللحظة. دازت المدة اللي كنسمعو كل مرة فين كيتضرب واحد فلان، كيتضرب هنا كيتضرب هنا، والو باقي ما لقاوش. دازت الأربع، دازت الخميس باقي ما لقاوش، جات الجمعة باقي ما لقاوش، جات السبت زاد البوليس والجدارمية تزاد معاهم الزايد. قالنا باقي لنا يومين، خاصنا شي حل ضروري نديرو شي حل باش يمكننا تخينا هذا نسدوه ما يديرش لنا خبله. حلير مشات توصل لحد وفات لحد نهار الاثنين هزهم الماء، غادي يدخلوا العسكر هما اللي غادي يتكلفوا بالمأمورية. راه ضروري غادي تسالي القرطاس لان شحال كاع يعطيو ديال الكاريطاس، هاد القرطاس اللي يتسالى تما فين غادي يوقع الواقعة. واحد النهار ديال الحد في الصباح كنوضو حنا من النعاس، حنا عاد يعاودوا لينا الناس، كنوضو من النعاس كنسمعوا السيد راه قتل راسو حدا واحد الكوليج، كان حافر حديجة، كان حافر واحد الحفيرة، داز عنده واحد الحارس كما تنقولوا حارس ديال المدرسة ديال الكوليج، عطاه واحد زلافة ديال الحريرة سخونة ضربها، ما كانتش حتى ديك الساعة كتصب مزيان. مشى بحال هكا للدار باش يشوف ولادو وداكشي ومرتو، ولكن كانوا ديما مرتو معها البوليس في الدار، كانوا كيقولوا ضروري غادي يدوز عندنا، هذا هي الاخرة ديالو. جا بحال هكا مشى قدام ديك الدار، بقى يطل من داك السرجم بحال هكا باش تطل مرتو او باش عاد تشوفو من البعيد داكشي والو. طل واحد صاحبو بغا ينيش عليه، قال لي زكا ما تضربوش غادي نهبطوا ليه نسدوه حنايا حي، حيت ما بغاو حي باش يعرفوا القصه شنو كاينه، حيت حتى داكشي تدفن معاه. هبطوا اللي هبطوا شافوهم هبطوا بدا كيجري، غادي كيجري دابهم غادي تابعينهم من اللور، تمشى لواحد الكوليج تقرب ليه بحال هكا ضرب قرطاسه في السماء وقرطاسه في الدماغ ديالو. قال ديك البلاصه لقينا الروينه والبوليس، المهم راه عطي الله عطاه راه مات، حتى ضربه ديال العقل راه في البلاصه، والله يرحمه. وما عرفنا شنو وداكشي مات معاه، كانوا كيقولوا الفساد مات الفساد، جيران راه كان كينعس مع مرتو وداكشي الله اعلم، داكشي ما نقدروش ندخلوا فيه مزيان. وهاد الناس هادو اللي كانوا داك الوقت راه غادي يعرفوا هاد القصه هادي، ولا كان تسنطلا شي واحد يكتب ليها في كومين بانه فعلا هاد القصه راه كاينه ودازت. عاودت هاد الشيء هذا من الواقع، وكاين عندي قصص بزاف واقعيين وغادي نعاودهم ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايكات وحاولوا تشاركوا في القناه، يلا عاونوا هاد القناه شي شويه طلع، راه القضيه هابطه، الرينك هابطه الوقت اقصى درجه، بغينا باش تشجعونا شي شويه، التشجيعات هما نتوما الجمهور هو كل شيء. انا اسم ديالي حسن، ولد الغربه ايطاليا، وكنسكن في مدينه السلا. يلا تهلاو ليا، مع السلامه والى اللقاء.